بدأنا في تجهيز ألعاب وتحديات برنامج العائلة الأقوى. أكبر وأضخم تحدي يجمع العديد من عائلات الوطن العربي. تحديات شاقة ومراحل ما هي سهلة أبداً، تحت درجة حرارة عالية بانتظار المتسابقين. التحديات يبغى لها عزيمة وقوة إرادة. أفراد العائلة الوحدة راح يحطوا إيدهم في إيد بعض في سباق مع الزمن، وهدفهم يجتازوا العقبات والصعوبات في أقل وقت. 24 عائلة، هدف واحد، لقب العائلة الأقوى. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج العائله الاقوى، برنامج التحديات الصعبه واللي يحتاج قوه اراده وتعاون بين افراد العائله عشان نضمن الفوز بلقب العائله الاقوى. خلينا نشوف سوا المراحل الصعبه اللي هيعدوا بيها المشتركين معنا النهارده، وانا متاكده ان انتم متحمسين زيي عشان تتعرفوا على العائلات المشتركه في برنامج العائله الاقوى. المتسابقين لازم يكونوا جاهزين نفسياً وجسدياً. اللعبة يبغى لها لياقة بدنية عالية، عشان كذا معانا مدربة رياضية تعطيهم أهم تمارين الإحماء اللي راح تساعدهم على اجتياز مراحل التحدي الصعبة. والفريق الطبي موجود معانا عشان يتأكد إن المتسابقين جاهزين لخوض التحديات. كل عائلة حتخوض لعبة مضمار الحواجز. حنبدأ معاهم من نقطة الانطلاق، وبعدها راح يتسلقوا جبل الجليد وصولاً إلى السلم والممرات الضيقة، ولازم يمروا عبر ثقب العجل ويصعدوا من بركة الموية عشان يوصلوا لمرحلة المشي على الجذوع، وبالتالي راح يتسلقوا إلى نقطة النهاية. عارفين إنه التحدي صعب، بس إحنا متأكدين إنه المتسابقين راح يجتازوه. الفرق اللي راح تنجز التحدي بأقل وقت حتتأهل للعبة النهائية، واللي بتحسب النتيجة لصالح العائلة الأقوى. في كل حلقة الفريق الفائز معانا راح يربح تلفزيون 50 إنش وجهاز تابلت. الفريق الأصفر سلمى ومريم. اهلا سلمى ومريم، كيف الحال؟ الحمد لله. ايش الاخبار يا جماعه؟ تمام. ما شاء الله تبارك الله، متحمسين. راح اعطيكم هذه الكاميرات، راح اساعدكم فيها عشان تلبسوها كذا. ايوه برافو. وانت كمان دقيقه لحظه. ايوه ناخذ وضع الاستعداد. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. اوكي جاهزين؟ جاهزين. كيف دقات القلب والاعصاب؟ في خوف؟ شويه طبيعي ها؟ طيب يلا هقعد مع بعض، ولازم تعدوا المرحله دي باسرع وقت عشان تتاهلوا معنا. حلوين؟ أوكي. يلا خلينا نتابع سلمى ومريم مع الفريق الاصفر. 1 2 3 انطلاق. وبكل حماس ينطلق الفريق الأصفر ويتخطى مرحلة الشبك بسرعة. يبدأوا يتسلقوا جبل الجليد متمسكين بالحبل كويس، ويحاولوا انهم يثبتوا خطواتهم كمان عشان يتخطوا هذه المرحلة. أول الواصلين هي سلمى، ترجع علشان تشجع أختها الكبيرة وتعطيها شوية نصائح عشان تساعدها. مريم لسه بتحاول،
لكن الظاهر انها قررت تتخطى هذه المرحلة من خلال التسلق على جدار جبل الجليد. يلا يا مريم. وينجح الفريق الأصفر ويوصل للسلالم. ويتزحلقوا نحو الممرات الضيقة. ويجروا بسرعة وهوبا سلمى تتزحلق. طيحة قوية. الأخوات يقفزوا من ثقب العجل مع بعض ويوصلوا إلى بركة الموية. قرروا يتجهوا للجهة اللي ما فيها موية كثير عشان يجربوا يتخطوا هذه المرحلة. خلينا نشوف. تعاون جيد للفريق الأصفر. مريم بتساعد أختها الصغيرة وتدفعها لخارج بركة الموية، وسلمى أكيد ما راح تتخلى عن أختها وبتمد لها يدها، لكن ما في فايدة. مريم بتعتمد على نفسها وبتقدر تتسلق بنجاح عشان تخرج من البركة. وصلوا للمرحلة الما قبل الأخيرة وشوفوا كيف بيزحفوا على الجذور. مريم تخلص أول وتستنى أختها الصغيرة. فعلا يا جماعة هذا هو التعاون اللي تحتاجه هذه اللعبة. شوفوا كيف مريم بتشجع سلمى وتحمسها عشان تتخطى هذه المرحلة. وأخيرا هذه هي المرحلة النهائية من اللعبة. الفريق الأصفر بيحاول إنه يتسلق لكن الظاهر إنه يواجه صعوبة في إنه يحافظ على توازنهم. وأوبا يطيحوا. ما في مكان للاستسلام. وهذه مريم بانت. الفريق الأصفر يقترب إلى نقطة النهاية. ونقول وقفنا التوقيت. يا سلام، ميه في كل حته. لا عادي، الحمد لله على السلامه. تعبتي؟ خلينا نشوف. طيب اول حاجه اختك الكبيره، اهلا بيك يا مريم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كلميني اكتر عن التجربه وعن اللعبه. والله بدها مساعده كتير. محتاجه مساعده. طب يا ترى اختك ساعدتك ولا لا؟ وانتي ساعدتيها ولا لا؟ اهم حاجه تكونوا ساعدتوا بعض وتعاونتوا. طيب وتتوقعوا انه توقيتكم كان كويس؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب تتوقعي كام سلمى توقيتك؟ دقيقتين، 5، 10؟ 5 دقايق. طيب ونشوف مريم. بين 3 ل5 ل4. ماشي، يعني من 3 ل5. طيب توقيت الفريق الأصفر في التحدي الأول والمرحلة الأولى عشان تعرفوا التوقيت اللي جابوه الفريق الأصفر تابعونا بعد الفاصل. طيب توقيت الفريق الأصفر في التحدي الأول والمرحلة الأولى دقايق و55 ثانية. قدر الفريق الأصفر من أنه ينهي اللعبة الأولى خلال 4 دقائق و55 ثانية. التعاون بين الأخوان كان جيد جدا، لكنهم واجهوا صعوبة في تخطي بعض المراحل. في النهاية فرحوا مرة بالوقت اللي جابوه.
تابعونا عشان نشوف الفريق الأحمر والأزرق وإيش الوقت اللي حيجيبوه. الفريق الأحمر ليان وسيرين. الفريق الأحمر أهلا وسهلا يا جماعة، معانا سيرين وليان، كيف الحال؟ ايش كويسين. الأخبار، تمام؟ منيحين. يلا نبدأ مع بعض مع سيرين. قولي لي أول شيء إيش سر الابتسامة؟ ليش مبتسمة؟ أنا حنفوز. حلوين. قبل ما نبدأ راح أعطيكم الكاميرات تلبسوها عشان تصور لنا كل شيء يصير معاكم جوا اللعبة. يلا بسرعة نجهز. أوكي، وأنا أساعدك من هنا. أوكي، نسرين تبغى مساعدة. حلوين. وليان حلوين. ناخذ وضع الاستعداد. يلا راح نبدأ مع بعض، لازم توصلوا بأسرع وقت الفريق الأحمر. أوكي؟ يلا 1 2 3 انطلاق. ينطلق الفريق الأحمر، والظاهر أنهم قرروا يعدوا مرحلة الشبك بحذر. ليان بانتظار أختها الصغيرة عشان تساعدها في مرحلة جبل الجليد. الظاهر أنه غيرت رأيها وقررت تختصر وتتسلق الجدار. أوه، شوفوا السهولة اللي تسلقت فيها ليان الجدار، ما شاء الله. وجري سريع نحو السلالم، وشوفوا كيف بيطلعوا السلالم بخطوات واثقة وسريعة كمان. برافو عليكم. يتزحلقوا من الجهة الثانية وبحماس يتجهوا إلى الممرات الضيقة. وبنفس الحماس يعدوا ثقب الجدار، ومرة ثانية إلى الممرات الضيقة. جري سريع والساعة بتحسب. حيعدوها، خلينا نشوف. برافو ليان، بتساعد أختها الصغيرة وبتطلعها من البركة، لكن هي استنتجت إنه الجانب الآخر أسهل في الصعود من البركة. وفعلا شوفوا كيف طلعت بسهولة وكملت مع أختها. ارتاحوا. اهلا بيكم. اول حاجه الحمد لله على السلامه. خدي نفسك. يرتاحوا ياخد نفسهم. معلش خدي نفسك. الحمد لله على السلامه. سيرين، اخبار التحدي ايه؟ ممتاز. صعب ولا سهل؟ سهل. سهل. استمتعتي كتير. طبعا. انا سيرين شايفاها متحمسه جدا ومبسوطه جدا ومستعده للتحدي. ليان، تتوقعوا توقيتكم كام؟ دقيقة وإشي. دقيقه او حاجه. طيب سيرين؟ دقيقة. 3 دقايق. طيب هقول لكم دلوقتي على توقيتكم وعايزاكم تفرحوا. تمام؟ توقيت الفريق الأحمر في التحدي الأول والمرحلة الأولى 2:43 ثانية. قدر الفريق الأحمر إنه ينهي اللعبة الأولى خلال 2 و43 ثانية. يتمتع هذا الفريق بلياقة بدنية عالية، والتعاون ما بينهم ساعدهم في إنهم ينهوا اللعبة في وقت جيد ويضمنوا تأهلهم للمرحلة النهائية. لسه باقي الفريق الأزرق، يا ترى إيش الوقت اللي راح يجيبوه؟ خلينا نشوف. الفريق الأزرق زينب وروهان. أهلا
شباب كيف حالكم؟ الحمد لله. اخباركم؟ كويسين. يا جماعه انا شايف في توتر، خايفين من اللعبه ولا ايش؟ لا. حلوين، يعني هذا هدوء بس انه عشان مستعدين. اكيد. طيب قبل ما نبدا راح اعطيكم الكاميرات هذه عشان تلبسوها. اوكي راح اساعدك. ايوه انا راح اساعدك. اوكي خلاص، حلوه ممتازه كذا، برافو عليكي. الله حلوين. جاهزين؟ نعم. ناخذ على استعداد. روحان وزينب الفريق الازرق الحين راح نبدا مع بعض، ويلا 1 دقيقة 2 3 انطلاق. وبسرعة وحماس يزحف الفريق الأزرق من تحت الشبك ويتجهوا نحو جبل الجليد. زينب بتواجه شوية صعوبة في هذه المرحلة، ولكن أختها الكبيرة بتساعدها. يتجهوا نحو السلالم ويطلعوها بسرعة. زي ما احنا شايفين بتزحلقوا هوبا. روهان ما مسكت معاها الفرامل على آخر الزحلقة، وزينب كمان بتطيح. وبيحاولوا يطلعوا من ثقب الجدار ويجروا سوا عشان يعدوا الممرات الضيقة. وهذا العجل في انتظارهم. زينب عدت لكن روهان لسه معلقة. الوقت بيمر. زينب تطيح في الموية لكن روهان ما تبغى تبلل ملابسها. تروح من الجهة الثانية. الأخوات بيتعاونوا عشان يتخطوا بركة الموية، وأخيراً زينب تعديها. لسه باقي روهان. وتبتدي زينب بالزحف على الجذوع. ايش هذا اللي بيطير يا جماعة؟ الظاهر انه روهان ضايقتها الجزمة فخلعتها ورمتها للجهة الثانية. يمكن كذا التسلق يكون اسهل. خلينا نشوف هذه اخر مرحلة للفريق الازرق. يلا يا بنات. زينب وضعها مش كويس. اوب. بتعمل زي اختها وتخلع الجزمة. روهان وزينب اسرع، برافو. يلا 3 2 1. وقفنا التوقيت. الحمد لله على السلامة. جايين ومعاكم الشوز بتاعكم والعدة جاهزة. اتفضلوا اقعدوا ارتاحي. احنا مبسوطين جدا بوجودكم معانا، بس عايزة اعرف توقعاتكم للتوقيت قد ايه؟ أتوقع فوق 4 أو 5 دقايق. 5 دقايق. طيب وانتي تتوقعي كام؟ 10 أو 7. 10 أو 7. هنعلن عن توقيت الفريق الأزرق في المرحلة الأولى من العائلة الأقوى. عشان تعرفوا التوقيت اللي جابوه الفريق الأزرق تابعونا بعد الفاصل. هنعلن عن توقيت الفريق الأزرق في المرحلة الأولى من العائلة الأقوى. 4 دقايق و26 ثانية. قدر الفريق الأزرق إنه ينهي اللعبة الأولى خلال 4 دقائق و26 ثانية، إلا إنهم بالرغم من صعوبة اللعبة فضلوا محافظين على حماسهم ونشاطهم حتى النهاية، ومرة فرحوا بالوقت اللي جابوه. وبكده يكون الفريق الأزرق والفريق الأحمر هم اللي تأهلوا معانا للمرحلة النهائية. خلوكم معانا عشان نشوف أدائهم ونعرف مين الفائز بلقب العائلة الأقوى. التحدي الثاني مليء بالحماس والمرح. المتسابقين حيمروا بالكثير من العقبات،
واللي بتبتدي من المتاهة اللي لازم لها تركيز عالي. ونصيحة: انتبهوا من المفاجآت. وبعدها استنيهم بركة الموية اللي راح تعرقل طريقهم للبراميل اللي لازم يتدحرجوا عليها وصولاً إلى الزقزاق. حيتسلقوا القمة بس لازم انتبهوا من الموية والصابون. بعد كده يتزحلقوا لبركة موية ثانية ويطلعوا من خلال الأبواب الورقية إلى الأجراس اللي راح تعلن عن وصول العائلة الأقوى. وصلنا معكم مشاهدينا للمرحلة الأخيرة والحاسمة. فعليا كانت حلقة مشوقة جدا، لكن إلى الآن ما عرفنا مين اللي فاز بلقب العائلة الأقوى. في هذه المرحلة راح نعرف مين اللي راح يفوز معنا، إما الفريق الأزرق أو الفريق الأحمر. شفنا مع بعض أداء الفريقين الأزرق والأحمر اللي أدوا أكيد في المرحلة الأولى أدائهم كويس جدا، ولكن المرحلة دي ما فيش فيها هزار، فريق واحد بس هو اللي هيفوز معنا. يلا كلنا مع بعض ناخذ وضع الاستعداد. يلا الفريقين وأنا وأصالة كمان، ونقول ونعد للمشتركين 1 2 3 3 انطلاق. ويدخل الفريقين للمتاهة. إيش بها سيرين؟ الظاهر إنها تفاجأت بواحد من المخربين. يطلع الفريق الأزرق من المتاهة وشوية يلحقهم الفريق الأحمر. لازم انتبهوا من بركة الموية، ويتدحرج الفريق الأزرق على البراميل ويطبوا الاثنين بالموية بقوة، والفريق الأحمر يتدحرجوا على البراميل كمان ويوصلوا للزقزاق. وجاء وقت تسلق القمة اللي تزحلق مرة من كثر الموية والصابون. أوه ليان تزحلقت زحلقة جدا قوية. معلش يا ليان، وتكمل. شوفوا معايا كيف بيتزحلق المشتركين من القمة، وهوب كلهم بيطبوا، ما في فرامل أبداً. ليان لسه بتتسلق القمة والفريق الأزرق في المقدمة، ويخترقوا الأبواب الورقية ويجروا بسرعة نحو الأجراس. برافو الفريق الأزرق، انتوا العائلة الأقوى. أداء الفريق الأزرق كان جيد من بداية اللعبة، فهم حافظوا على تركيزهم وحماسهم لآخر لحظة وما خلوا الطيحات القوية تأخرهم، عشان كده فازوا بلقب العائلة الأقوى. أنا وأختي اتفقنا إنه نحن نحسن مستوانا بالمرحلة الثانية مشان نفوز، ونتعاوننا مع بعض مشان هيك نحن ربحنا. أما الفريق الأحمر فتأثر بالمفاجآت اللي كانت مستنياهم في المتاهة، وكمان واجهوا صعوبة في مرحلة الزقزاق وتسلق القمة. نقول لهم حظاً أوفر والجيات أكثر. الفريق الأزرق كان أسرع منا، وإحنا كنا يعني بنتزحلق وبنوقع، وكنا نتلخبط في المتاهة ونضيع، وكان في كثير ناس بتفاجئونا في المتاهة. وبكذا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فعلا كانت حلقة مشوقة لينا ولكل المشتركين. المراحل ما كانت سهلة أبدا، كلنا لاحظنا أجواء المرح والمنافسة طوال الحلقة. أنا شخصيا استمتعت جدا النهارده، وانتم كمان مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. نقول للفريق الفايز ألف مبروك، واللي حصل على لقب العائلة الأقوى.